السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا اخواتنا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وكل حاجة تكون ماشية معاكم ان شاء الله بإذن الله كويس. طيب ان شاء الله بإذن الله في الفيديو بتاع النهاردة هنبدأ مع بعض يونت 2. يونت ايه؟ 2. يونت 2 طبعا بنتكلم على نيوتن لو اوف موشن. مين نيوتن ده؟ ده واحد صاحبي حبيبي احكي لك عنه حدوته، احكي لك عنه قصته كده، قصه في اللذيذ. نيوتن ده عمل قوانين للحركه. تمام؟ طيب ده الدرس الاول هنتكلم عنه. طبعا اليونت دي بتتكلم على الفورس والموجن، القوه والحركه. طيب هبدا كده معاك بحاجه كده مهمه قوي تبقى فاهم بيها يعني ايه فورس. ايه الفورس دي؟ قال لك بص يا اخويا، بص يا حبيبي، بص يا صاحبي، بص يا عمري، بص يا دنيتي. احنا عندنا في الفيزيكس، في الفيزياء يعني، في نوعين من الفيزيكال كوانتيتي. هتيجي تقول لي يحيى معلش هو يعني ايه فيزيكال كوانتيتي؟ هطلع لك سهمين والسهمين دولت انت طلعهم برضو. كلمة فيزيكال كوانتيتي بتتقال على اي حاجة عندها يونت، اي حاجة عندها يونت وحدة قياس يعني، واي حاجة عندها نمبر. نمبر يعني ايه؟ رقم. اي حاجة عندها يونت وعندها نمبر، اي حاجه عندها وحده قياس وليها قيمه رقميه بقول عليها فيزيكال كوانتيتي. الفيزيكال كوانتيتي تنقسم لعيلتين، عيله اسمها سكيلر وعيله تانية اسمها فيكتور. ايه الفرق ما بينهم؟ الاستفندي ابن عم البرتقال، صح كده؟ السكيلر والفيكتور اخوات، بيتميزوا عن بعض في حاجه واحده بس. الفيكتور هو اللي بيتميز عن السكيلر، مش السكيلر اللي بيتميز عن الفيكتور. عموما يعني الفيزيكال كوانتيتي بتتقسم لعيلتين، عيله اسمها سكيلر، عيله اسمها فيكتور. يعني فيزيكال كوانتيتي اي حاجه عندها رقم وعندها يونت. زي بص كده، التايم ليه رقم 1 2 3 4 5 6. ليه يونت الوقت اور، وحده قياسه اور، مينيت، سكند. الماس نفس الكلام. ال 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 ممكن نقول مثلا التايم والماس، ممكن اللينس الطول، ممكن الريديوس بتاع السيركل اللي هو هاف الدايمتر، ممكن نقول الدنستي. كل الحاجات دي عندها رقم وعندها يونت. طيب الحاجات السكيلر هي اي حاجه يا جماعه، اي حاجه، اي فيزيكال كوانتيتي عندها ماجنتيود بس. يحيى يعني ايه ماجنتيود؟ كلمه ماجنتيود يعني نمبر زائد يونت، رقم ووحده قياس، رقم ووحده قياس. وما عندوش دايركشن، ما عندوش اتجاهات. يحيى ممكن نعرف ايه هي الاتجاهات؟ طبعا احنا اتجاهاتنا يا اولاد، الاتجاهات بتاعتنا بتبقى ونيس. ونيس ايه ونيس دي؟ نورث يعني شمال، ساوث يعني جنوب، دي ويست يعني غرب، ايست يعني شرق. يبقى انا عندي 4 اتجاهات جغرافيه: شمال، جنوب، شرق، غرب، ونيس. حلو. في طبعا ما بين الاتجاه ده والاتجاه ده في اتجاه بقول عليه نورث ايست اللي هو شمال، شمال شرق، وفي جنوب شرق، شمال شرق وجنوب شرق، ساوث ايست نورث ايست. وفي زي ما في شمال شرق وجنوب شرق، في جنوب غرب، جنوب غرب، ساوث ويست ونورث ويست وشمال غرب. تمام؟ يبقى في نورث ويست، ساوث ويست، نورث ايست، تمام؟ ساوث ايست. يبقى شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب. يبقى انا كده عندي كام اتجاه؟ عندي 8. 4 اساسيين و4 فرعيين. قال لك بقى ايه؟ كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي، كل الحاجات السكيلر اللي احنا اتكلمنا عنها دي، هي عندها رقم ويونت، ملهاش اتجاه. قال لك الفيكتور لا بقى، الفيكتور هي حاجات عندها ماجنتيود، عندها رقم وعندها يونت، وتتميز كمان ان هي عندها دايركشن، عندها اتجاه.
زي مين طبعا اللي احنا هنتكلم عنها؟ زي الفورس، القوه. كل واحد فينا القوه بتاعته بيبقى ليها اتجاه معين. يعني انا لو في بوكس دلوقتي هزقه، فانا هزقه كده في الاتجاه ده، فالقوه ساعتها ليها اتجاه. اتجاهها ايه؟ اتجاهها ايست. طب لو هزق الصندوق لفوق، فكده بقى فوق، بقى نورث، بقى شمال. وممكن ازقه كده وممكن ازقه كده. المهم يعني ان الفورس ليها دايركشن وليها رقم وليها يونت. ايه اليونت بتاعت الفورس؟ نيوتن. مين نيوتن؟ ده العالم اللي اكتشف قانون الجاذبية الأرضية. طيب زي الاكسلريشن. ما هي الاكسلريشن؟ الاكسلريشن هو معدل تغير السرعة. معدل تغير السرعة ده بسميه اكسلريشن، وحدة قياسه متر بير سكند سكوير. لما نيجي لشرحها هبقى اشرحها لك واقول لك اليونت دي جت منين. متر بير سكند سكوير. بالمناسبة لما اجي اقول لك متر بير كذا، بير دي يعني ديفايد، يعني متر ديفايدد سكند سكوير. بس احنا بنقول بير شياكة كده، فاهم؟ بير يعني لما نيجي نقول بير بنبقى ايه؟ عايزين نتشيك كده ونقول كده، بدل ما نقول ايه متر ديفايدد، لا ديفايد. بص حتى متر بير سكند، متر ديفايدد سكند. بص تحس ديفايدد ايه؟ فيها في يعني فيها اللي فيها بقى يعني رخمه. يعني بنقول متر بير سكند، متر بير سكند سكوير. هقول لك جبنا منين اليونت بتاعه الاكسلريشن لما نيجي الاكسلريشن. تمام؟ اهم حاجه الفورس نيوتن. يبقى كده تعالى ايه نلم الدنيا هنا. يعني ايه فيزيكال كوانتيتي؟ اي حاجه في الدنيا ليها ماجنتيود. اي حاجه في الدنيا ليها ماجنتيود، يعني ليها رقم وليها يونت ودايركشن. لو ليها رقم وليها يونت فالفيزيكال كوانتيتي دي اسمها سكيلر، زي الماس زي اللينس. طب لو ليها ماجنتيود وليها دايركشن، يعني ليها رقم وليها يونت وليها اتجاه، ساعتها يبقى اسمها فيكتور، زي الفورس وزي الاكسلريشن. الاتجاهات هي حبيب قلب الاتجاهات اهي. طيب حلو، نيجي بقى ندخل على الفورس بقى. ندخل على الفورس. هو يعني ايه فورس؟ الفورس هو الاكسترنال ايفورت، هو المجهود الخارجي اللي حضرتك بتعمله على اوبجكت معين عشان يتحرك مسافه معينه. قال لك الفورس هو الاكسترنال انفلونس، هو التاثير الخارجي. هو التاثير الخارجي اللي حضرتك بتعمله على اوبجكت معين. بوكس بقى، بوكس، كتاب، اي حاجه، اي فورس حضرتك بتعملها لازم تعملها على اوبجكت. فالاوبجكت ده بيبتدي تشينج اور تراي تو تشينج. يعني ايه؟ لا اما وضع جسمه بيتغير، لا اما بيحاول يغير في وضع جسمه. اتس ستيت اوف موشن. بيحاول وضع جسمه يتغير، وضع حركته يتغير. يعني ايه؟ انا عندي كوره شطها كده، انا كده عملت فورس. فالكوره هل هتفضل في وضع الثبات؟ لا، هتتحرك. يبقى وضع جسمها اتغير او حاول ان هو يتغير. يبقى الفورس هي الاكسترنال، تاني الفورس هي الاكسترنال انفلونس. يعني ايه؟ يعني المؤثر الخارجي. هو مؤثر خارجي. القوة دي تأثير خارجي بيحصل على اوبجكت معين فبيتغير او بيحاول ان هو يغير حالته الحركية. تعال هنا، انا هنا عندي 4 حاجات. رقم 1 الماجنتيود اوف فورس. يعني الماجنتيود اوف فورس قوة الزقة. ما حدش يقول لي الزفة، لا، ما زفة ايه يا عم انت؟ زفة ايه يا سيدي؟ اصحى يابا. قوة الزقة ده بوكس. القوة اللي انا هزق بيها البوكس ده دي اسمها الماجنتيود اوف فورس. طبعا الماجنتيود اوف فورس قوة الزقة 10 نيوتن. حلو الكلام. في بقى حاجة تانية اسمها ايه؟ الدايركشن اوف فورس، اتجاه الزقة. لو انا هزق البوكس كده فاتجاه الزقة كده. طب لو هزق البوكس
كده، فاتجاه الزقه كده. الدايركشن اوف فورس هو الاتجاه in which الفورس acts، يعني هو الاتجاه اللي الفورس بتظهر فيه، الاتجاه اللي الفورس بتتعامل على البوكس فيه. يعني انا زقيت البوكس كده فالاتجاه كده، زقيت البوكس كده فالاتجاه كده، رفعت البوكس لفوق فالاتجاه لفوق. ده اسمه الدايركشن اوف فورس. يبقى انا عندي قوه الزقه، اتجاه الزقه. طيب 3 بوينت اوف ابليكيشن اوف فورس. يعني ايه بوينت اوف ابليكيشن اوف فورس؟ قال لك الاكزاكت بوينت on the object where the force act، يعني النقطة اللي في الصندوق اللي الفرصة حصلت فيها. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي مثلا هزق البوكس، تمام؟ ده الوش بتاع البوكس، انا مش هزق البوكس من الوش كله، انا مثلا باجي اشوط الكورة. الكورة هي مثلا، تعالى هنا، الكورة اهي. انا لما اجي اشوط الكورة، هل بشوط الكورة كلها؟ لا، رجلي بتشوط الحتة دي، هي دي النقطة، تمام؟ اللي القوه بتاعتي خبطت فيها الكوره. النقطه دي هي اللي بقول عليها البوينت اوف ابليكيشن اوف فورس. دي النقطه المعينه اللي بتظهر عليها القوه بتاعتي. في حاجه اسمها اللاين اوف اكشن اوف فورس. اللاين اوف اكشن اوف فورس قال لك ده بيبقى ستريت لاين، خط مستقيم passing through البوينت اوف ابليكيشن. البوينت اوف ابليكيشن، النقطة اللي انا عملت عليها الفورس. بيبقى في ستريت لاين بيعدي عن طريق النقطة اللي حصل عليها الفورس، وبيوريك اتجاه الفورس بتاعت حضرتك اللي هو ده اهو. بص، دي النقطة اللي انا عملت عليها الفورس. في ستريت لاين بيعدي بالنقطة دي، ده اسمه اللاين اوف اكشن. يبقى في حاجه اسمها الدايركشن اوف فورس، في حاجه اسمها اللاين اوف اكشن، وفي حاجه اسمها الماجنتيود اوف فورس. يبقى انا كده عندي 4 حاجات. عندي القوه الفورس اللي انا عملتها على الصندوق، اتجاه القوه اللي انا عملتها على الصندوق، والنقطه اللي انا عملت عندها القوه اللي اتحرك بيها الصندوق، اللاين اوف اكشن، ده الخط اللي بيربط النقطة اللي ظهر عندها القوة اللي على الصندوق. يبقى كده انا عندي كام حاجة؟ عندي 4 حاجات. عندي الماجنتيود، عندي الدايركشن اوف فورس، يعني عندي القوة بتاعت الفورس والاتجاه بتاع الفورس والنقطة اللي ظهرت عندها الفورس، واللاين اوف اكشن اوف فورس، الخط الستريت لاين اللي بيعدي بالنقطة بتاعت الفورس. طيب بصوا كده، لما يكون عندك تو فورس اكت اون ان اوبجكت، يعني لو عندي اوبجكت يعني صندوق، جسم يعني، قال لك احيانا ممكن يكون في حد بيزق من هنا وحد بيزق من هنا. مش دي القصة ان القوة دي مقدارها 10 والقوة دي مقدارها 10. ساعتها القوتين على نفس الخط. ليه؟ لأن البوينت، النقطة اللي أنا بعمل عليها القوة على الصندوق هي نفس النقطة اللي الناحية التانية حد تاني بيعمل عليها القوة في الصندوق. فده اسمه إيه؟ ده اسمه إن التو فورس act along the same line of action، يعني القوتين على نفس الخط. الناحية التانية ممكن أكون أنا بزق من هنا وحد تاني بيزق من تحت. ساعتها هل القوتين على نفس الخط؟ لا، ده الخط كده وده الخط كده. اللاين اوف اكشن هنا مختلف عن اللاين اوف اكشن هنا، فكده not act along the same line، كده القوتين مش على نفس اللاين. يبقى انت لو لقيت القوتين على نفس اللاين يبقى كده act on the same line. طب لو ما اكتوش على same line يبقى not act on the same line. بنحسب الفورس ازاي؟ بنحسب القوة ازاي؟ قال لك احنا بنحسب القوة اول حاجة وحدة قياسها نيوتن، ده العالم اللي اكتشف الجرافيتيشنال فورس. الحاجة التانية الفورس في جهاز اسمه نيوتن ميتر،
او سبرينج بالانس. خدتوه في ابتدائي. في ابتدائي خدتوا الموازين. من ضمن الموازين حاجه بتحسب الويت، كان في حاجه بتحسب الوزن كان اسمها سبرينج سكيل او سبرينج بالانس. ده شكله ده السبرينج سكيل او السبرينج بالانس او نيوتن متر. مش عايز ادخل في التفاصيل الجهاز ده لان هو مش عليك يعني، انا بس عايزك تعرف اسمه. لو جه في الامتحان قال لك الفورس بحسبها بايه؟ بحسبها بحاجه اسمها سبرينج سكيل او سبرينج بالانس او نيوتن متر. طب ايه وحده القياس؟ نيوتن. طيب بص بقى، الفورس والموشن كل عالم من العلماء دولت اتكلم عنها من وجهه نظر. في عالم اسمه ارسطو او بقول عليه ارسطوطل. ده في علم الكيمياء بنسميه ايه؟ بنسميه المجنون. ده المجنون. ليه بقى؟ ارسطوطل قال لك ايه؟ قال لك اي اوبجكت في الدنيا cannot keep moving، ما يقدرش يستمر في الحركة unless a force act on it continuously. يعني ايه؟ يعني اي جسم بيتحرك لازم يبقى فيه قوة محركاه. اي جسم بيتحرك لازم يبقى فيه قوة اتعملت عليه عشان تحركه. طبعا النظرية دي غلط ليه؟ جاليليو قال لا. ايه؟ قال لك والله كلام ارسطوطل ده غلط. مين اللي قال ان اي جسم عشان يتحرك او مفيش جسم بيتحرك غير لو في طاقة عليه باستمرار؟ قال لك لا، الكلام ده مش مظبوط. قال لك اي جسم بيحاول يحافظ على الستيت بتاعته، بيحاول يحافظ على الحالة بتاعته سواء كانت حالة ثبات او حالة حركة. قال لك unless، حتى لو مفيش فرصة حصلت عليه. اي جسم في الدنيا بيحاول يحافظ على الحركة بتاعته، بيحاول يحافظ على وضع الثبات بتاعه. وجاليليو ده اكتشف علم اسمه علم الانيرشيا. علم الانيرشيا. هديك مثال. لو انا دلوقتي مشغل المروحة شغالة وبتلف يا اولاد، صح؟ ايه اللي مشغلها؟ ان انا ماسك الفيشة حاططها في الكهرباء، فالكهرباء شغال، فالكهرباء نقلت الطاقة بتاعتها للمروحة، فالمروحة خدت الكهرباء حولتها لكاينيتيك انرجي. مظبوط الكلام. نيجي بقى لحتة مهمة قوي، هي ايه بقى؟ هو انا لو شلت الفيشة، هل الريش بتاعت الكهرباء، هل البليدز الريش بتاعت الكهرباء اول ما اشيل فيشة هتقف في لحظتها؟ لا طبعا. انا كده شلت الكهرباء يعني مفيش قوة، بس رغم عن ذلك الريش عمالة تلف، تقعد تلف لحد ما تقف لوحدها. هو ده اللي قاله جاليليو. الريش بتاعت المروحة بعد ما قطعت عنها الفورس، يعني مفيش فورس، هي فضلت محافظة على وضعها القديم وهو الحركة، ما استسلمتش للوضع الجديد. الوضع الجديد ان هي هتقف، ايوه بس انا كنت بتحرك، هفضل احافظ على الوضع بتاعي اللي هو بتاع الموشن لحد ما اقف لوحدي. ده اللي قاله جاليليو. طبعا الكلام ده ارسطوطل ما قالوش. ارسطوطل قال ايه؟ ما فيش جسم، ده جسم ثابت، الجسم ده عشان يتحرك كده لازم ياخد طاقة. طب ولو الطاقة دي مش موجودة هيفضل واقف مكانه. طبعا جاليليو اثبت غير كده بعلم اسمه علم الانيرشيا، وده هناخده اسمه علم الانيرشيا. جه بقى اسحاق نيوتن ده اكتر عالم مؤثر في الدنيا كلها. طبعا كلكم عارفين نيوتن طبعا، يعني بص رقم 1 في الفيزيكس والماثس. عمل ساينتفك ريفولوشن، عمل ثورة علمية، الله اكبر عليه. ايه الكونتريبيوشنز، ايه الاسهامات الكبرى، ايه الاسهامات الواضحة اللي نيوتن شارك فيها؟ رقم 1، نيوتن عمل حاجة اسمها اللو اوف موشن، قانون الحركة، واللو اوف جرافيتيشنال فورس، قانون الجاذبية. الله اكبر.
نيوتن ده يا جماعه، لو انتوا فاكرين نيوتن ده اللي كان قاعد تحت الشجره وقعت التفاحه عليه، مسك التفاحه قال هي التفاحه ليه وقعت على راسي؟ ليه ما طلعتش فوق؟ ليه بتقع لتحت؟ ليه اي حاجه بتسقط لاسفل؟ ليه مش بتصعد لاعلى؟ ليه بتسقط لتحت؟ فاكتشف حاجه اسمها قانون الجاذبيه الارضيه. يبقى رقم 1 اكتشف قانون الحركه، 2 اكتشف قانون الجاذبيه، 3 قال لك الساينتست used this law. العلماء، تاني بكرر اهو، العلماء استخدموا هذه القوانين عشان يفهموا الموشن لمدة 3 centuries، لمدة ثلاث قرون، 3 قرون عمالين العلماء يستخدموا هذه القوانين عشان يفهموا القانون بتاع الحركة ويعني ايه حركة، لحد ما عملوا نظرية اسمها theory of relativity. يعني ايه؟ النظرية النسبية. النظرية النسبية. تمام؟ طيب اكتشف حاجة اسمها السبيد اوف ساوند، اكتشف سرعة الصوت في الهواء. he formulated a particular law of cooling. عمل قانون للتبريد، عمل قانون عمل practical law of cooling، عمل قانون للتبريد عملي. ها طيب he made a significant contribution to the field of optics. طبعا عمل اسهامات وعمل بعض الحاجات. قانون الرؤية والبصر، في مجال الرؤية والبصر كان ليه اسهامات واضحة في قانون الاوبتكس، يعني الرؤية والايه والبصر. He developed a theory of color based on his observation. يعني ايه؟ يعني هو عمل بعض الحاجات وقدر يستخدم البريزم في ان هو يحلل ضوء الشمس. اكتشف ايه بقى؟ ده البريزم، ده شكله، ده شكل البريزم. ضوء الشمس كان يدخل عليه لانه بيتقسم ل7 الوان: ريد، اورنج، يلو، جرين، بلو، انديجو، فايلوت. ايه ده؟ كل ده يا دكتور، كل ده عمله نيوتن؟ عمل اللو اوف موشن، عمل قانون الجاذبيه، اللو اوف جرافيتي. تمام؟ العلماء قعدوا 3 قرون بيفهموا يعني ايه موشن وايه قوانين الموشن دي، لحد ما وصلوا للثيوري اوف ريلاتيفيتي، النظريه النسبيه. قدر يحسب ويدرس السبيد اوف ساوند ان اير، سرعه الصوت في الهواء. عمل اللو اوف كولينج، كان ليه اسهام في الاوبتكس، النظر والرؤيه والنظارات والشغل ده، والعين وعدسه العين. وطبعا استخدم البريزم وحلل الضوء، واكتشف حاجه اسمها الفيزيبل سبيكترم. كلمه فيزيبل سبيكترم اللي هو الضوء المرئي، اللي هم ال7 الوان اللي قدام حضرتك. طيب بص بقى، before studying، قبل ما ندرس قوانين نيوتن، تعال ندرس شويه حاجات مهمه. زي ايه؟ في حاجه يا اولاد اسمها مهمه قوي، اسمها النت فورس. النت فورس قال لك دي الطاقه، دي القوه الكليه، دي القوه الكليه اللي بتحصل على اوبجكت معين. بصوا كده، ده هنقول حبل. الولاد دول بيلعبوا شد الحبل. بيلعبوا ايه؟ بيلعبوا شد الحبل. طب هم ده الجروب ده والجروب ده هدفه يشد ايه؟ يشد الاشرب او يشد الحبل اللي لونه احمر ده. طيب كده في كام قوه؟ في قوتين، قوه شمال وقوه يمين. ممكن يبقى القوه دي اكتر من القوه دي، يعني ال3 ولاد دولت اقوى من ال3 ولاد دولت. بس اللي انا عايز اقوله لك ان ده بيشد في اتجاه وده بيشد في اتجاه تاني. يعني ده بيشد شمال وده بيشد يمين. حلو؟ يعني هما الاثنين، يعني مثلا لو هنيجي نزق عربيه عطلانه، لو جينا زقناها انا وانت ومحمد واحمد وكل الناس اللي بتزق، كلنا بنزق في نفس الاتجاه، بس كل واحد فينا ليه قوه مختلفه. هنا لا، هنا مش قوتهم مش مع بعض، لا دول عكس بعض، بيلعبوا. يعني في حاجه اسمها النت فورس، دي بتبقى التوتال فورس، القوه الكليه، القوه
الكليه. قال لك النت فورس هي التوتال فورس ان بوث ماجنتيود اند دايركشن. انا بحسب القوة الكلية في حاجتين، في الماجنتيود، كلمة ماجنتيود يعني الرقم واليونت، والدايركشن يعني الاتجاه. resulting from اللي هتخرج من action of all force acting on an object. يعني هنحسب كل القوة اللي حصلت على جسم معين. انا كده بحسب النت فورس. يبقى النت فورس هي كل الطاقة in both magnitude and direction. كل الطاقة دي اتعملت على ايه؟ قال لك كل الطاقة دي اتعملت على اوبجكت. طيب النت فورس قال لك والله ركز كده بقى، ممكن يبقى في جسم ثابت فنعمل انا وانت ومحمد واحمد نعمل عليه فورس، مجموع الطاقات بتاعتنا ديت يخلي العربية تتحرك. والعكس، عربية بتتحرك فانا وانت واحمد نقف قصادها. عربية مثلا ركنت والراجل ما شدش فرامل اليد، فالعربية هتبتدي تتحرك وتروح تخبط في عربية تانية، فانا وانت قلنا ايه؟ واقفين قدامها، انا وانت ونادينا حد تاني وقف قدامها ووقفناها. احنا كده مجموع قوتنا منع عربية بتتحرك وقفها. العكس هنا، حاجة ثابتة زقتها عشان ادورها، زقتها، فانا وانت ومحمد قوتنا غيرت البوزيشن بتاع الاوبجكت من الريست للموشن، هنا من الموشن للريست. او changing its speed or direction. يعني changing its speed or direction يعني انا ماشي بسرعه معينه، لو حد زقني انا مثلا ماشي بعجله وحد ماشي مثلا بموتوسيكل وقام برجله قام زقني يعني بيدفعني، بيحاول يسرعني. طب ما انا كده النت فورس دي خلت سرعتي تتغير، تزيد، او العكس تقل، اتجاهي يتغير عادي. يبقى النت فورس بتعمل الثلاث حاجات دول، لا اما تكون بتتحرك وتقف، لا اما تكون واقف وتتحرك، لا اما سرعتك تتغير واتجاهك يتغير. يبقى تاني، يعني ايه نت فورس؟ النت فورس هي الطاقة الكلية. طب الطاقة الكلية دي resulting from ايه؟ قال لك الطاقة الكلية دي هي كل الفورس resulting from acting on an object. هي كل القوة اللي حصلت على جسم معين. ممكن بقى القوتين يبقوا عكس بعض، يبقوا مع بعض، في النهاية هيحصل حاجة من ثلاثة. لما جسم ثابت هيتحرك لما نعمل كلنا عليه فورس فيتحرك، ممكن يكون بيتحرك لما نعمل عليه فورس نوقفه، وممكن سرعته تتغير، اتجاهه يتغير. طيب بص بقى، في حاجة اسمها، انا كده خلصت النت فورس اللي هي التوتال فورس. في حاجة اسمها بالانسد فورس، القوة المتوازنة، وفي حاجة اسمها الانبالانسد فورس، القوة الغير متوازنة. ايه القوة المتوازنة ديت؟ بص كده، ده جسم، بص حد بيزق كده وحد بيزق كده، القوتين ده قوته 20 وده قوته 20، مين هيكسب؟ ولا ده. فكده النت فورس زيرو. لو النت فورس زيرو تبقى انت قوتك بالانسد، تبقى انت القوة بتاعتك بالانسد. ده بيزق في الاتجاه ده وده بيزق في الاتجاه ده، فالقوتين زي بعض بالظبط، فالبتاع ده مش هيتحرك اصلا مش هيتحرك اصلا. بص، انا يحيى هجيب يحيى تاني وانا بزقه وهو بيزق، انا بزقه وهو بيزق، البوكس مش هيتحرك. تعالى هنا، انا بقى بص بقى، انا قوتي 30 وانت قوتك 20، وانا وانت بنزق في نفس الاتجاه، يبقى كده النت فورس 50، الطاقه الكليه 50. ليه؟ لان انا وانت بنزق في نفس الاتجاه. طب لو انا وانت بنزق عكس بعض، بس انا 30 وانت 20، هعمل ماينس فتبقى 10. تاني النت فورس لو طلعت بزيرو فده معناه ان في حد قوته 20 ونفس الحد قوته 20 بيزقوا عكس بعض، فالصندوق مش هيتحرك. انا بزق كده فعايز الصندوق يتزق في الاتجاه ده، وحد تاني بيزق كده
فعايز الصندوق يتحرك في الاتجاه ده. لو احنا الاثنين عندنا نفس القوه بنزق بالشكل ده، النت فورس زيرو. وعشان النت فورس زيرو فساعتها القوه بتاعتك هيبقى اسمها بالانسد فورس. طب لو مش زيرو، لو مش زيرو هيبقى اسمها امبالانسد. طب لو احنا الاثنين بنزق في نفس الاتجاه، انا بزق كده وانت بتزق كده، هنعمل بلس 50. طب لو انا بزق كده وحد تاني بيزق كده، هنعمل كده كده ماينس. ما انا هنا عملت ماينس عشان احنا الاثنين بنزق عكس بعض، بس عشان الرقمين شبه بعض طلع زيرو. طب هنا ده 30 وده 20، يطلع معاك كام؟ 10. طيب بص بقى، البالانسد فورس دي بتبقى فورس النت فورس الطاقة الكلية تطلع بزيرو. قال لك بيبقى عندي تو فورس ايكوال ان ماجنتيود، عندهم نفس الرقم نفس اليونت بس عكس بعض في الاتجاه. ده معناه ان هم حصلوا على نفس اللاين، طبعا حصلوا على نفس اللاين اوف اكشن اهو، فالنتيجة زيرو. فالنتيجة زيرو دي كده اسمها بالانسد فورس. البالانسد فورسز ار فورسز whose net force equals zero. البالانسد فورس هي فورس، هي قوة، القوة الموزونة هي قوة النت بتاعها زيرو. طب امتى النت فورس تبقى زيرو؟ لو انا عندي two equal force in magnitude opposite in direction in the same line، على نفس الخط. طب تعالى هنا، الانبالانسد فورس النت فورس ما بتبقاش زيرو. طيب قال لك بص بقى، in the same direction يعني لو انا وانت بنزق في نفس الاتجاه، قال لك النت فورس هتبقى مجموع القوتين acting in the same direction، فيطلع معاك 50. طب لو انا بقى في الاوبوزيت دايركشن، بص بقى، لو انا في الاوبوزيت دايركشن وديفرنت ماجنتيود، القوه مختلفه، يعني انا بزق كده 30 وحد تاني بيزق عكسي ب20، كده القوتين مختلفتين عن بعض، هتعمل ماينس، هيطلع عندك كام؟ هيطلع عندك 10. ده كده البالانسد اللي بتطلع بزيرو، والانبالانسد اللي مش بتطلع بزيرو. حلو، جميل جميل، رائع، هايل. طيب بص بقى، انا عايز اشوف تأثير النت فورس اون موشن. طب جميل، النت فورس ممكن تطلع بزيرو، فساعتها هتبقى بالانسد، انا وانت بنزق عكس بعض واحنا الاتنين زي بعض، فما فيش حد هيحرك حاجه. وممكن تبقى مش زيرو، فساعتها هقول عليها بالانسد. بس في حاجه، البالانسد دي ممكن اكون انا وانت بنزق في نفس الاتجاه، ممكن اكون انا وانت قوتنا مختلفه بس بنزق في نفس الاتجاه، تمام، سيم دايركشن. وممكن اكون انا وانت بنزق عكس بعض في الاتجاه، قوتنا كده كده مختلفه. ما خد بالك، عشان تطلع النت فورس مش زيرو لازم تبقى قوتنا مختلفه. بس ممكن تبقى انا وانت قوتنا مختلفه، تمام في نفس الاتجاه، وممكن تبقى قوتنا مختلفه عكس بعض في الاتجاه. هنا هعمل، ركز كده، هنا هعمل بلس، يعني مثلا 30 بلس 20 هيطلع 50. هنا هعمل ماينس، 30 ماينس 20 يطلع كام؟ 10. طيب هطلع فوق، لو انا السرعه التوتال بتاعتي النت فورس لو بزيرو، انا كده بالانسد. طيب تعالى كده واحده واحده، حاله الاوبجكت مالها؟ والله لو انا بتكلم على ستيشنري بادي، لو انا بتكلم على جسم ثابت، الافكت اون موشن لما النت فورس تبقى زيرو، هل هيتحرك؟ لا، هيفضل ثابت. يا سلام يا سلام، يلا عربيه واقفه، انت بتزق من عند الكبوت وحد في نفس قوتك بيزق من عند الشنطه، هل العربيه هتتحرك؟ لا. يبقى لو الجسم ثابت مش هيتحرك. ده لو انا النت فورس بتاعتي زيرو، يعني انا بالانسد يعني سيميلر، القوتين سيميلر عكس بعض في الدايركشن. طب لو انا جسم بتحرك،
لو moving body with constant speed in straight line، جسم بيتحرك، ركز كده، جسم بيتحرك بسرعه ثابته في اتجاه لاين ستريت لاين، خط مستقيم. نفس الكلام، الجسم هيفضل بيتحرك بنفس السرعه. من الاخر يعني لو النيت فورس بتاعتك بزيرو، الثابت هيفضل ثابت واللي بيتحرك هيفضل بيتحرك بنفس السرعه. لان انا هنا ما عملتش حاجه والنبي. لو ده جسم ثابت وحضرتك بتزق كده وبتزق كده، ما هو الجسم هيفضل ثابت. طب لو بيتحرك هيفضل برضه بيتحرك، لان القوتين عكس بعض قد بعض فبيكنسلوا بعض. تاني، عكس بعض، عكس، انا بزق كده وحد بيزق كده، فاحنا عكس بعض قد بعض فبنكنسل بعضينا. ها طيب، تعال بقى على الامبالانسد اللي مش زيرو. قال لك بص، لو الجسم ثابت هيبدأ يتحرك in direction of force. يعني بص كده، تعالى هنا كده، بص، ده جسم ثابت اهو، ده جسم ثابت، انا قوتي 30 وانت قوتك 20. هل القوتين دول زي بعض؟ لا طبعا مش زي بعض، امال عكس بعض. وعشان هما، بكرر اهو، وعشان هما عكس بعض، ف لا مش عكس بعض، انا قصدي مش زي بعض في الطاقه. ده قوته 30 وده قوته 20، هما مختلفين عن بعض، بس هما الاثنين بيزقوا في نفس الاتجاه. فساعتها الجسم ده لو ثابت هيتحرك. طب تعالى هنا، ده جسم ثابت، انا بزق من هنا ب 30 وحد تاني بيزق ب 20، مين هيكسب؟ ال 30. فالجسم هيتزق كده. بس اسال سؤال، مين هيتحرك اسرع؟ الجسم ده هيتحرك اسرع، لان قوتي وقوه الحد اللي بيزق معايا انا هو بنزق في نفس الاتجاه، فالحاجه هتتحرك بسرعه. عكس هنا انا بزق من ورا وحد بيزق من قدام، او انا من قدام وحد من ورا، بس انا اقوى، فالعربيه تتزق في الاتجاه اللي انا بزق فيه. طيب بص كده، بص يا باشا، يلا. يبقى لو انا النت فورس مش زيرو، لو انا ثابت هتحرك. طب هتحرك في انهي اتجاه؟ في الاتجاه الاقوى. هتحرك في الاتجاه بتاع الشخص اللي عنده قوه اعلى، فورس اعلى. طيب بص بقى، لو جسم بيتحرك والنت فورس في نفس الاتجاه، عارف يعني ايه فورس في نفس الاتجاه؟ يعني انا وانت بنزق في نفس الاتجاه، فساعتها السرعه بتاعت الحركه هتزيد. طب لو جسم بيتحرك والنت فورس عكس بعض، النت فورس اوبوزيت دايركشن، انا بزق كده وانت بتزق كده بس انا اقوى، الجسم هيتحرك بس ابطأ شويه. شرحتها فوق. ايه الفرق بين الحركه بتاعت الجسم ده والحركه بتاعت الجسم ده؟ الجسمين لو ثابتين هيتحركوا، بس مين هيتحرك اسرع؟ ده. مين هيتحرك ابطأ؟ ده. الاتنين هيتحركوا. طب ليه ده هيتحرك اسرع؟ لان انا والحد اللي بيزق معايا احنا الاتنين بنزق في نفس الاتجاه، بينما هنا لا، انا بزق كده وهو بيزق كده، بس انا اقوى بحاجات بسيطه، فالجسم هيتحرك نوعا ما احسن شويه. طب حلو، افرض بقى الجسم اللي بيتحرك النت فورس انجل. يعني ايه انجل؟ يعني عامل زي بتاع عامل زي بتاع الفطير. يعني ولا بيزق كده في نفس الاتجاه انا وهو، ولا بنزق عكس بعض، احنا عمالين نعمل زي بتاع الفطير، فساعتها الدايركشن بتاع الحركه هيتغير. ده لو انا وهو بنتحرك بانجل، لو انا وهو بنتحرك بزاويه، فساعتها
الدايركشن هيتغير. تاني لو احنا بنتحرك تاني، لو احنا بص هنا اوبوزيت دايركشن يعني عكس بعض، هنا سيم دايركشن بنزق مع بعض، قوتين مختلفتين بنزق في نفس الاتجاه، هنا بنزق عكس بعض في الاتجاه بس انا اعلى. هنا لو احنا بنزق بس بزاويه زي بتاع انا والله ما عارف بتاع الفيدر بيعمل ازاي، بالتالي بيرفع البتاعه كده ويقوم لاففها ويقوم ايه راميها، ويقوم راميها. تمام؟ يبقى لو انا بتحرك لو جسمي بيتحرك والفورس بتاعته كانت انجل، فساعتها الدايركشن هيتغير، السرعه مش هتتغير، الدايركشن هيتغير. طب تعالى هنا بص كده. The following diagram show 4 stationary object، 4 أجسام ثابتين. عايز أعرف أنهي واحد هيفضل at rest. عارف إن يفضل at rest؟ هيفضل ثابت. مين اللي هيفضل ثابت؟ والله اللي هيفضل ثابت هو إن النت فورس بتاعته، الطاقة الكلية بتاعته تبقى بزيرو. طب ده معنى إيه؟ ده معنى إن حد بيزق كده ب20 وحد بيزق كده ب20، ف20 ماينس 20 زيرو. طب حلو، تعالى هنا. ده قوة اسمها اف، وهنا في قوة اسمها اف، وهنا في قوة اسمها اف. كده في كام قوة؟ 3. انا بدور على قوتين. طيب تعالى هنا اف و2 اف، ما ينفعش، لازم يبقى اف. هنا ده اف وده اف. يعني ايه؟ واحد بيزق لتحت واحد بيزق لفوق والقوتين قد بعض، يبقى هو ده. هتيجي تقول لي ايه؟ طب ما ده يا دكتور واحد بيزق شمال واحد بيزق يمين. هقول لك ايوه، بس ده بيزق زقتين ده بيزق زقه، فلما اجي اعمل ماينس اعمل 2 اف ماينس اف ايكوال اف، لان دي 1 اف دي 2 اف ودي 1 اف، 2 ماينس 1 1. تمام؟ هنا نفس الكلام. بص ده بيزق كده وده بيزق كده، فده هيكنسل ده. طب ما اللي بيزق لفوق ده مفيش قوه تعمل عكسه، فالبتاع ده هيطلع لفوق. هنا ده 2 اف وده 2 اف، ده بيزق كده وده بيزق كده، زي بعض قد بعض هيكنسلوا بعض. طب ده بيزق لتحت، مفيش قوه تضاهيه بتزق لفوق، فعشان كده البتاع ده هينزل لتحت. موضوع سهل والله. يبقى اختيار رقم سي. طيب تعالى بقى على النيوتن لو اوف موشن. عندي كام قانون لنيوتن؟ عندي 3 يا حبيبي، 3 قوانين. القانون الاول نخلصه ندخل على الثاني، القانون الثاني نخلصه ندخل على الثالث، القانون الثالث نخلصه نبقى خلصنا الحصه. موضوع سهل جدا وبسيط وعسل وحلاوه ومربى. طيب بص بقى يا دكتوره محترم، احنا هناخد بريك حلو كده، تقوم تشرب لك فيه اي حاجه سخنه، اي حاجه ساقعه، شويه كنافه، شويه قطايف، شويه بسبوسه، شويه سمبوسه، شويه سمبوسك، شوف انت بتقولها ازاي وهتاكل ايه. روق على حالك كده، كل كويس، بس اوعى تنام، اوعى تاكل وتتقل وتنام، لا كل حاجه كويسه. وتعالى نكمل نيوتن لو. بس خد بالك لازم تبقى مذاكر كل اللي فات ده كويس عشان تفهم نيوتن لو كويس جدا 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 جدا. باي باي مؤقتا، هروح اشرب حاجه واجيلك. باي باي.